لو رحت اريزونا وطلبت تاكسي من ابلكيشن ويمو هيجيلك عربيه ماشيه لوحدها من غير ما اي حد يسوقها. بس تعرف ايه هي ويمو؟ مشروع ويمو بدأ في الاول سنه 2009 كمشروع جوجل للقياده الذاتيه، وسنه 2016 بقت شركه منفصله وقرروا يشغلوا النظام بتاعهم على تاكسي بس عربيات ذاتيه القياده. ويمو مش بتصنع عربيات ذاتيه القياده، هم بيركبوا النظام بتاعهم على عربيات موجوده زي جاكوار اي بيس وكرايسلر باسيفيكا، والنظام بتاعهم بيعتمد على سنسورز وكاميرات ولايدار ورادارات عشان يراقبوا كل حركة بتحصل على الطريق، وطبعا مربوط ب AI عشان ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب. بس ويمو مش هي الشركة الوحيدة اللي شغالة على نموذج لعربيات ذاتية القيادة. النهاردة تسلا بتعمل نظام تاني اسمه تسلا فيجن، بس النظام بتاعهم مبني أكتر على الكاميرات والرادارات وما بيعتمدش خالص على اللايدار لأن هم شايفينه غالي ومش مؤثر. وإكس بينج في الصين عندهم نظام قوي جدا اسمه إكس بايلوت، بيعتمد على سنسورز وكاميرات ولايدار ورادارات، والنظام ده ناجح جدا في الهاي ويز وناجح برضه في الزحمه. وهواوي دخلت المجال ده متاخر شويه بس دخلت بقوه حرفيا. نظام هواوي شغال على اغلب العربيات الصينيه زي افاترو واي 2 شانجين، ونظامهم برضه بيعتمد على كاميرات وسنسورز ولايدار ورادارات، ونظامهم يعتبر من اقوى الانظمه اللي في العالم، وخصوصا ان العربيات بتقدر تمشي حتى في الزحمه وفي الضباب. بس السؤال الحقيقي احنا رايحين على فين؟ مدن كاملة بقت بتسمح بعربيات بدون سواق، وقوانين جديدة بتطلع مخصوص عشان العربيات ذاتية القيادة، وشكلنا قريب جدا هنوصل لمرحلة فيها 90% من العربيات في الشارع هتمشي لوحدها. بس تفتكر وقتها لو حصلت حادثة هيكون مين اللي غلطان؟